السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين والمتابعات. كنت في حاجة بس نقطتين عايز أتكلم فيهم بالنسبة لماتش الأهلي والبنك الأهلي امبارح. في حاجات سلبية هنتكلم فيها، في حاجات إيجابية هنتكلم فيها. الحاجات السلبية إن إمام عاشور بيمسك الكورة كتير وأنا عايز أقول لإمام عاشور حاجة. أنت لما بتلعب السهل بتاعك صعب على الفرقة المنافسة، يعني السهل بتاعك بيبقى مصعب الدنيا على الفرقة المنافسة. تمام، فالعب السهل يا إمام. يعني انت لما بتلعب ثرو، لما بتلعب ثرو لوب، لما بتلعب الحاجات الطويله بتاعتك، لما بتلعب السهل بتاعك اللي بتراوغ واحد في التاني وتقوم باصي على طول، دي بتصعب الدنيا على المنافس. فانت ما تخليش نفسك حاطط في حته ان انا عايز اخد اللقطه او انا عايز لازم اظهر، انا لازم انا اللي يجي الشو عليا او يجي المنظر عليا. لا، انت العب السهل بتاعك، السهل بتاعك بس. السهل بتاعك بيتعب كل المنافسين بلا استثناء، بيتعب كل المنافسين. فدي نقطة حابب أتكلم فيها. نقطة تانية برضو سلبية، إن إحنا بنلعب غالبين 1-0، 1-0 بس. تمام، وبنرجع تحت الكورة وبنحاول. الماتش كان فيه كورة كويسة امبارح، بس أنت ليه ما تزودش جون واتنين عشان تريح نفسك وريح الجمهور كمان؟ فاهمني، ما يبقاش قاعد على أعصابه. ما هو دخل جون واتلغى بسبب الفار. لو الجون ده ما اتلغاش، أنت هترجع بيراميدز المنافسة تاني. تمام، أو هتديهم أمل إن هما يدوسوا برضو وراك ويدبدبوا وراك في الكماتش اللي فاضل لهم. فلا، انا بتمنى ان النادي الاهلي لما بيجي يلعب، وده اللي واخدين عليه كاهلاويه كلنا، النادي الاهلي لما بيلعب بيكسب واحد واثنين وثلاثه. تمام، ما يجيبش جول ويرجع تحت الكوره ومش عارف ايه ونمشي لعب. ضيعنا فرص، ضيعنا فرص. انا بتكلم ان انت لازم تجيب فرص، يعني جيب جول واثنين وبعد كده خلاص عادي بقى العب بقى اللعب بتاعك الهادي الجميل الروتيني اللي هو ايه، رايح في لعيبتك. نقطه تانية، النقطه الثالثه قصدي بقى، النقطه الثالثه، وسام ابو علي ده حدوته، اقسم بالله حدوته. يعني انت بص، انت بتذكر اسمه بتلاقي نفسك ضحكت، انبسطت. وسام ابو علي من المميزات اللي فيه ان هو مش مهاجم بيجيب اهداف بس، لا، انت بتلاقيه نازل ناحيه اليمين بيستلم مع الجناح ومع الباك ومع نص الملعب، نازل ناحيه الشمال بيستلم، تحركات جميله جدا. تمام، بيدبدب الاثنين المساكين اللي بيبقوا بيبدلوا عليه، بيتعبهم، بيرهقهم، يعني بيخليهم يعني يشدوا شعرهم. بجد بجد ما شاء الله عليه، يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه من اي اصابه. تمام، مهاجم فعلا مكسب للنادي الاهلي. وفي خبر قريته كده ان يعني في حد في الدوري السعودي عايز يشتريه. انا بقول النادي الاهلي لا، ما تبيعوش. انت كاس عالم الانديه، انت هات عليه لعيبه، هات على اسامه ابو علي لعيبه، ودعم بلعيبه جامده اكتر واكتر. تمام، لان انت عايز تروح في حته بعيده في كاس عالم الانديه، فانت محتاج الكواليتي بتاع لعيبتك كلها يعلى، مش يقل. مش يظهر لعيب عندي يبقى كويس او مبيعه، لا، اتمنى الخبر ده يعني لو صحيح ما يحصلش. حاجه رابعه اخيره برضو. تمام، كولر امبارح كان زعلان من لعبهم. يعني في الشوط التاني شفنا لقطه كده كولر بيعمل بايديه، يعني اللي هو ايه في ايه، مالكوا في ايه، انتوا ليه كده؟ فلا يعني يا ريت برضو ما تجددوش منكم المدرب في حته ان انتوا لما تكسبوا اكسبوا واحد واثنين وثلاثه. تمام، وخلوا الدنيا رايقه بالنسبه لكم وبالنسبه للجمهور. ده تفاصيل بسيطة حبيت اتكلم فيها كده في فيديو قصير، تمام، للمتابعين بتوعي، واتمنى تكونوا بخير. تمام، سلام عليكم.